عشان نعمل الطبق الخطير ده طبق سمك سهل جدا. بس هنجيب سمك موسى، هننضفه كويس ونشيل الجلد الناحيتين. ساعات الراجل بيشيلك بس البني ويسيبلك البيضة اللي من ورا، لا، تيجي في البيت وتنضفيها، تغسليه كويس وتصفيه. اهم حاجة انك انتي تنضفيه كويس، وانا كمان شايلة الراس بتاعته. هحطه بقى في بولة كبيرة، وهحط كمان عليه فصين من الثوم مفرومين، وكمان معلقة من الكمون، وهحط ملح وهحط عصير ليمون. لو انتي هتقليه بتضيفي بقى التتبيلة اللي انتي عايزاها بتاعتك السمك العادي، لكن انا اكتفيت بكده لان هعمله بطريقة تانية. بعد كده هسيبه في التلاجة ساعتين او قبليها بيوم زي ما تحبي. هطلعه بقى من التلاجة وهعفره بالدقيق زي ما قلتلك. لو هتكتفي عليه بالطريقة ديت اللي هو وتقليه يبقى كده خلاص كده، لكن انا هعفره بس بالدقيق كده من الناحيتين، يا دوبك ياخد ايه زي دقيق خفيف بالشكل ده. هجيب بقى طاسة على النار واحط فيها معلقة من الزبدة كبيرة، وهحط كمان عليه زيت عشان الزبدة ما تتحرقش. هنزل بقى بالسمك بتاعي وهديله تحميرة من الناحيتين، وكده ما استويش للآخر، يا دوبك ياخد تحميرة. واحط بقى في نفس الطاسة هحط تومية صغيرة، وكمان لغاية أول ما تبقى دهبي هنزل عليها بالكريمة وعصير الليمون، ليمونية واحدة، وهقلب. وبعد كده بقى هضيف الملح والفلفل الأسود، وبعد كده هضيف كمان الفلفل الألوان بيديله شكل حلو قوي. وكمان أنا ضفت فلفل حامي متقطع، ودي حسب رغبتك لو مش بتحبي الحاجة الحراقة. بعد كده بقى هحط السمك اللي انا حمرته من الناحيتين، وهسيبه لغاية ما يغلي. اول ما يغلي كده الطبخة بتاعتي بقت جاهزة، والسمك بتاعي بقى تحفة. زي ما انتم شايفين كده خلاص غلي معايا، يبقى كده خلاص انتهى. هقدمه بقى مع رز. مفيش اسهل ولا اطعم من الوصفة دي. ما تنسوش تقولي لي ايه رأيكم. اشوفكم في وصفة جديدة. باي باي.